خير مساكن أحبتي. اليوم بدأنا إن شاء الله سندويش شاورما. سندويش الشاورما يعني سهل التحضير، أهم شيء التتبيلة. التتبيلة من أنا قمت شريحات دجاج مثير من العظم، طبعا غسلتها، يعني بحب أغسلها، يعني لو بيقولوا اللحم لا تغسلوها بحب أغسلها، برتاح نفسيا. بعدين نقعتها بتتبيلة لبن، كاسة لبن وكاسة خل صغيرة وملح وفلفل، طبعا أهم شيء لبن زبادي طبعا، ومعلقة حليب وثوم وشوية قليل مو كتير كترت لها مشان ما تطيح حدودية فلفلة خضرا حارة. بعدين حطيتهم بطبق وغطيتهم تركتهم لليوم. اليوم حطيتهم، حميت شوية زيت الزيتون مو كتير، حميته شوي وحطيت الشرحات مع زيت الزيتون. هلا عم نقليهم، جاوبوا ما شاء الله، شايفين ما في مرقة ابدا، المفروض ما يكون فيها مرقة ابدا. زيت زيتون لانه هو الدجاج بزل والثوم بزل الفوائد. هلا حطيت له كمان مع رشة هيل بيعطيه نكهة طيبة ورشة زنجبيل. هلا يعني خليهم على النار 10 دقايق وبغطيهم حتى اضمن انه يطفوا منيح، بغطيهم وبتركهم 10 دقايق. بعد 10 دقايق برفع الغطا وبعملهم سندويش. هلا بقطعهم على لوح المطبخ شرايح رفيعة وبحطهم بالفريز بتاعكم، طبعا بينهم لبن مسكيني او طرزور، يعني مدومة بطاطا وثوم، يلي بدك اياه، خضار بندورة بطاطا، وبلف السندويشة وبفتح عسل. هي وصفتنا اليوم كتير سهلة وبسيطة، عرايس سندويش الشاورما الشامية. إلى اللقاء يا أصدقاء، وحكيت لكم البهارات تمام اللي حطيتها بالوصفة. إلى اللقاء.